في عام 1922 تم اكتشاف أحد أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ، مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون في وادي الملوك. لكن هذا الاكتشاف لم يكن مجرد دخول إلى عالم الفرعون الفتي، بل كان بداية لقصص غامضة عن لعنة غامضة حصدت أرواح العديد من الأشخاص الذين اقتربوا من هذه المقبرة. تمت عملية الاكتشاف بقيادة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، الذي كان متشوقاً لكشف أسرار مقبرة توت عنخ آمون. بعد سنوات من البحث والتقصي، تمكن كارتر وفريقه من العثور على المدخل السري للمقبرة. في 4 نوفمبر 1922 دخلوا إلى المقبرة لأول مرة، حيث وجدوا كنوزاً لا تقدر بثمن، بما في ذلك التوابيت الذهبية والتماثيل والأثاث الجنائزي. بعد عدة أشهر من الاكتشاف، بدأت الحوادث الغريبة والمأساوية تظهر. أول ضحية كانت اللورد كارنارفون، ممول الحملة. في 5 أبريل 1923 تعرض لعضة من بعوضة خلال إقامته في مصر. لكن الأعراض التي ظهرت لاحقاً لم تكن طبيعية. تطور الأمر إلى التهاب حاد في الدم، ونتيجة لذلك توفي اللورد كارنارفون بعد عدة أيام. لكن القصة لم تنتهي هنا. بعد وفاته، انتشرت الأنباء بسرعة عن لعنة الفرعون. تم تداول إشاعات بأن أي شخص يقترب من المقبرة سيواجه الموت. أسئلة كثيرة بدأت تطرح: هل كانت تلك لعنة فعلاً، أم أنها مجرد مصادفات؟ توالت الحوادث المأساوية بعد وفاة كارنارفون. على سبيل المثال، توفي العديد من الصحفيين والمصورين الذين غطوا القصة، بما في ذلك أحد المصورين الذين كانوا مع كارتر خلال الاكتشاف. كان كل واحد منهم يعاني من ظروف غريبة قبل وفاته. دالون آيرتور مايسون، عالم آثار أمريكي، الذي زار المقبرة بعد فترة قصيرة من الاكتشاف، توفي بظروف غامضة في حادث سيارة بعد بضعة أشهر. المصور الذي التقط صوراً للمقبرة توفي هو الآخر في حادث غريب. تزايدت الشائعات حول اللعنة، وكان العديد من الناس يخشون من الاقتراب من أي من الآثار التي تم اكتشافها في المقبرة. مع تزايد الحوادث، بدأ العلماء وعلماء النفس في محاولة تفسير ما كان يحدث. بدأ البعض يشير إلى وجود بكتيريا أو فيروس غير معروف في المقبرة، نتيجة لعوامل بيئية مثل الرطوبة والحرارة. وكان هناك أيضاً رأي آخر يوضح تأثير التوتر النفسي الذي عاشه الأشخاص المتورطون. تأثر الكثيرون بالضغط النفسي والاعتقادات الشعبية حول اللعنة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية. ولكن بالرغم من هذه التفسيرات، ظل الغموض يكتنف الأحداث. أثارت اللعنة القاتلة اهتمام العامة حول العالم، وأصبحت مصدراً رئيسياً للقصص في الأفلام والروايات. في عام 1932 صدر فيلم بعنوان لعنة الفرعون، مما ساهم في نشر الأسطورة بشكل أكبر. كما تم إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن اللعنة، مما زاد من حماس الجمهور وأحاط القصة بمزيد من الغموض. بالرغم من الحوادث الغريبة، قام هوارد كارتر بعمله كعالم آثار، وواصل استكشاف المقبرة حتى عام 1932. على الرغم من أن العديد من زملائه عانوا من الحوادث والموت، إلا أن كارتر نفسه عاش طويلاً حتى عام 1939. لم يمت بسبب اللعنة، بل عاش حتى بلغ من العمر 64 عاماً. تظل لعنة توت عنخ آمون واحدة من أكثر الأساطير إثارة للجدل في التاريخ. على الرغم من أنه قد يكون هناك تفسيرات علمية لما حدث، إلا أن الشغف بالغامض والبحث عن الحقيقة لا يزالان يجذبان اهتمام الناس حول العالم. ربما تكون اللعنة مجرد أسطورة، ولكنها أثرت بشكل عميق على الثقافة والتاريخ، وستظل تتردد في الأذهان لسنوات قادمة.